تدور أحداث الفيلم حول نيكو، وهو مواطن هولندي يسافر إلى المغرب لأسباب شخصية، لكن رحلته تأخذ منحى دراميا عندما يتم اعتقاله فجأة في مطار طنجة بتهمة تهريب المخدرات. نيكو، الذي كان بريئا ولم يكن لديه أي علم بهذه التهمة، يجد نفسه محاصرا في نظام عدالة صارم وغير متسامح. يتم اقتياد نيكو إلى سجن قاس ومعروف بظروفه اللا إنسانية. في السجن يعاني نيكو من سوء المعاملة والتعذيب، ويصبح ضحية لظروف مأساوية تتسبب له بآلام نفسية وجسدية شديدة. يحاول نيكو جاهدا إثبات براءته، ولكن يجد نفسه وحيدا تماما ومعزولا في بيئة غريبة وعدائية. تسلط القصة الضوء على معاناته وصراعه من أجل البقاء، وكذلك محاولات عائلته وأصدقائه في هولندا مساعدته. يبذلون جهودا دبلوماسية وشخصية لإخراجه، لكن النظام القانوني الصارم في المغرب يجعل هذه المهمة صعبة وطويلة. من خلال صراعه يواجه نيكو ليس فقط الظروف القاسية في السجن، بل أيضا تأثيرها العميق على نفسيته، حتى يتعلم التكيف مع الوضع رغم آلامه. النهاية. في النهاية، وبعد سنوات من المعاناة والأمل المتقطع، يطلق سراح نيكو بفضل الجهود المتواصلة لعائلته والحكومة الهولندية. يعود نيكو إلى بلده محطما جسديا ونفسيا، ولكنه يقرر أن يروي قصته للعالم ليكشف عن الظلم الذي تعرض له. دي هيل فان تانجر هو فيلم مؤثر يستعرض كيف يمكن أن يتحول الإنسان العادي إلى ضحية للظروف والأخطاء القضائية، ويعكس قوة الإرادة الإنسانية في وجه الألم والعزلة. تدور